السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك ولمجلس إدارته بفوز الزمالك النهاردة على النادي الأهلي 2-1 في المباراة المؤجلة في الدوري المصري، بعيد عن أي انتماءات وبعيد عن أي حاجة. احنا بنتكلم على الإيجابيات اللي طلعنا بيها من الماتش النهارده. طبعا الكل طبعا يعني سمع تحليلات كتيرة عن كولر وعن يعني التشكيل اللي طبعا حطه كولر. فبرضو يعني كولر لازال ما بيتعلمش من أخطائه، يعني ما فيش تعليم بعد كل الأخطاء السابقة والهزايم والتعادلات والنقط اللي ضاعت من النادي الأهلي، اللي كانت قريبة جدا، وبرضو بالأخطاء وبأخطاء التشكيل وباللي هو عمله النهاردة. برضو بيدل على إنه عنده تعالي على إنه هو يرضخ لمطلب الجمهور أو أي آراء إن هي عايزة تفيد الفرقة. طبعا انك تبتدي بعمر كمال النهارده كلاعب وينج قدام محمد هاني، يعني انت ضيعت جبهة بالكامل. يعني في ناحية في النادي الاهلي كانت ضايعة، مفيش منها اي رجل، لا ده يلعب باك او ده يلعب باك. انما النهارده الجو بتاع بقى ان انا هعمل فيها طبعا يعني زي رحمة الله عليه كابتن جوهري لما كان بيلاعب ربيع ياسين واحمد رمزي، كان بيلاعبهم ده باك شمال وده باك شمال في جبهة واحدة. يعني طبعا الامور دي يعني من الصعب تحقيقها في الايام دي. الايام دي الباك باك والوينج وينج، وكل واحد ليه مهاراته وليه الجبهة بتاعته. يعني النهاردة شفنا عمر كمال فاتح وما كانش فيه أي مساندة، لأن طبعا هاني بيغطي. فهاني كان الأول واخد المنطقة دي إن هو بيشارك فيها هجوم وبيشارك فيها دفاع، فكان في تضارب. فأنت النهاردة نزلت يعني ماتش الزمالك ماتش حساس، إنك تغامر وتعمل تأليفة دي صعبة شوية. حاجة تانية كريم نيدفيد، يعني مش بعد ان هو كل الفترة اللي فاتت دي بره الملعب وبره التشكيل، فالنهاردة انت عندك اصابات ومروان عطية وامام عاشور وديانج، بس انت عندك اكرم توفيق، انت عندك السولية اللي ما ابتدتش بيه في الاساس واللي احنا عارفين ان هو عنده الملكة الهجومية. فطبعا ان انت ضيع 45 دقيقة من يعني من الماتش في ان انت بتجرب في ماتش زي ده عفوا. فان انت بتضيع يعني 45 دقيقة، لا دي محدش يقدر يتحملها. غير ان انت كمان يعني اسأت استخدام يعني في طاهر محمد طاهر النهاردة. برضو احنا بنقول يعني هو بياخد فرص اكتر من اللي حواليه، ماشي. طب المردود بقى بتاعها ايه؟ الايجابيات اللي هو طاهر محمد طاهر بيعملها مفيش اي ايجابيات. فاحنا كده يعني يعني جمهور النادي الاهلي طبعا يعني بيحط علامات استفهام ومعاه الحق، كل الحق. الناحية التانية نادي الزمالك طبعا احترم الخصم، لعب على قدراته. طبعا كل تشكيل جوميز النهارده كان ان هو يطلع من الماتش لبر الامان، وبالفعل قدر ان هو يوصل لبر الامان. النهارده وجود احمد حمدي ونبيل عماد دونجا او يعني وجود عبد الله السعيد، الثلاثي ده فعلا كان مسيطر على منطقة العمليات وكان قافل على النادي الأهلي. وكمان لما خرج فتوح ونزول الزناري، فبالفعل هو دارس شخصية النادي الأهلي. إنما الناحية التانية أخطاء طبعا، عدم دراسة الخصم. انت يعني برضو قلبين الدفاع اخطائهم ما يعملهاش حد مبتدئ في كرة القدم، اللي هو التغطية، اغطي ازاي مع المهاجم، ازاي اقف في الكور الثابتة. طبعا كل الكلام ده كله معروف للجماهير النهاردة، كله فاهم في الكورة، محدش هيقدر ان هو يضيف حاجة لفكر الناس
بس احنا طلعنا ان كولر مصمم على اخطائه، مصمم على الفبركة، مصمم على التأليف. جوميز بيحترم الخصم، بيلعب على الامكانيات والمهارات اللي معاه. الاهلي طبعا عنده يعني معركة مع مازيمبي، هيطلع طبعا هيروح يلعب في ملعب، يعني ملعب فعلا ملعب الرعب. فطبعا الاهلي داخل في معركة، لو استمر بالمستوى ده مش هيقدر يكمل. طبعا نادي الزمالك جاله صحوة، هو طبعا عارف هو بيعمل ايه، مع مدرب فاهم وواعي، المعدل بتاعه بيعلى، طبعا هيخش في المنافسة بقوة. ده لصالح الكرة في مصر طبعا. بس الأهلي لازم يفوق، عشان برضو مهمته في أفريقيا يبقى فيه يعني الناس أو الجمهور مطمن على اللي هيحصل مع النادي الأهلي. طبعا في نهاية الكلام، كولر لو استمر على العناد بتاعه ده يبقى هو بيسرع في مشيانه. لو هو فضل بالمستوى ده، ان هو انت عندك لعيبه، الاهلي عنده اكتر من 30 لاعب جاهز، ويقدر ان هو مهما كانت فيه اصابات ومهما كان فيه ظروف، الكل عارف الاهلي ان هو بيقدر يشارك في بطوله وبطولتين وثلاثه في نفس الوقت، بس يلعب على يعني طبعا على الفكر اللي يديروا صح، وفي نفس الوقت اللعيبه طبعا تلعب بحماس وروح، اللي هم الجماهير طبعا اتعودت منهم على كده. الف مبروك لجماهير نادي الزمالك، ومبروك لمجلس ادارته اللي بيوفر الاستقرار وبيوفر يعني متطلبات فريق كرة القدم. احنا في انتظار طبعا عودة النادي الاهلي من خلال افريقيا، مع صعود نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز، وكله في الاخر في صالح الكرة المصرية. وان شاء الله انتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم. ما تنسوش دعمكم لنا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.